فالأمراء والولاة لهم حرمة ومكانة لا يحل معها النيل منهم ولا التشمت بهم ولو أخطأوا، بل تحفظ مكانتهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت في من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في بعث مؤتة، فرافقنا مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه، فنحر رجل من الجيش جزورا له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له، فبسطه في الشمس على أطرافه، فلما جف اتخذه كهيئة الدرقة ترس، وجعل له مقبضا، ومضينا حتى لقينا الروم ومعهم من معهم من نصارى العرب، فقاتلونا قتالا شديدا، ومعهم رومي على فرس أشقر. قال: عليه سيف مذهب وسلاحه مذهب فيه الجوهر وسرجه مذهب، فجعل يغري بالناس. قال: فتلطف المددي فجلس له جانب صخرة، فلما مر به ضرب عرقوبي فرسه فقعد على رجليه وخر عنه الرومي، وعلاه المددي بالسيف حتى قتله، وأخذ سيفه وأخذ سلبه فأتى به خالد بن الوليد. قال: فلما فتح الله علينا أعطاه خالد بن الوليد السلب وأمسك منه، فقلت: يا خالد، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ هذه السنة هنا. قال: بلى. قال: فقلت: فلم تعطيه السلب كله؟ قال: استكثرته. قال: قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. فقال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خالدا فقال: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، أعطه السلب كله. فولى خالد ليفعل، فمر بعوف فجر عوف بردائه فقال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: يا خالد، لا تعطه شيئا، يا خالد، لا تعطه شيئا، يا خالد، لا تعطه شيئا. ثم قال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوه وعليهم كدره. قالها مرتين أو ثلاثا. هنا خالد خالف السنة، ولكن من أجل هيبة الحاكم أسقط النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة هنا حتى تحفظ للأمراء مكانتهم وهيبتهم ولا يتجرأ عليهم أحد. والصحابي لم يخرج عن السنة، إنما دل خالد على السنة وأقر خالد بالسنة، ولكن لما كان الإعطاء قد يجرئ بعض الناس على الحكام والأمراء منع النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة وهذا الإعطاء.